في عز الصيف والحر والدنيا نار، كلنا بنحلم بكوباية عصير ساقعة ومنعشة تفوقنا. بس بجد مش أي عصير. أنا هنا علشان أقولك إنك تقدري تعملي أحلى وأقوى مشروبات الصيف المركزة في البيت بكل سهولة، من غير مواد حافظة، وبطعم أحلى من الجاهز بكتير. هنشتغل مع بعض على سيرب النعناع والسيرب الكركديه والبلو أوشن اللي شكله يجنن وطعمه أحلى، وكمان دبس الليمون اللي هيسهل عليكي تحضير العصير في أي لحظة ومن غير ما تقفي في المطبخ كتير. وفي آخر الفيديو مستنياكي مفاجأة صغيرة كده بس سحرية، حيلة بسيطة جدا هتخلي العصير بتاعك طعمه زي العصير اللي بنشربه في أفخم فنادق الساحل الشمالي، وانتي عاملاه بإيدك في البيت وبتكلفة بسيطة جدا. أنا ملك وده فيديو جديد، ولو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة واضغطي اللايك لو الفيديو عجبك، وصلي على النبي في الكومنتات وقوليلي رأيك في الوصفات وأنهي وصفة نفسك تجربيها. أول حاجة نبدأ بيها هي سيرب النعناع، وده بجد هينفعك في كذا حاجة. تعملي بيها عصير ليمون بالنعناع، تعمليه موهيتو، أو حتى تحطيه على مية ساقعة بس ويديكي إحساس بالانتعاش في عز الحر. هتحطي في طاسة على النار كوب سكر مع كوب إلا ربع مية، وتسيبيهم لحد ما يبدأوا يغلوا، وأول ما يغلوا تضيفي عصير نص ليمونة. العصير هنا مهم علشان يمنع إن السيروب يتسكر ويتحجر بعد ما يبرد، وبيخليه سائل ومتماسك زي الجاهز. قلبي تقليبة بسيطة جدا، وبعدين هتنزلي ب3 أو 4 عيدان نعناع فريش وتحطيهم في الطاسة، وتوطي النار خالص وتسيبيهم يغلوا مع بعض حوالي 5 دقايق. بعد كده هتجيبي لون طعام جل أخضر، نقطة صغيرة خالص تكفي علشان تدي السينوب اللون اللي بنشوفه في الجاهز. اللون بيدي شكل مغري جدا، بس لو مش بتحبي الألوان ممكن تستغني عنه عادي. نسيبه كمان دقيقتين على نار هادية خالص، وبعد كده نصفيه من النعناع ونحطه في زجاجة مغسولة كويس ومعقمة علشان يفضل معانا أطول فترة ممكنة من غير ما يبوظ، وندخله التلاجة بعد ما يبرد تماما، ونسيبه لتاني يوم علشان القوام يبقى تقل ومسك نفسه كده، ويدينا نفس إحساس السيرب الجاهز. السيرب ده هيقعد معاكي شهرين عادي في التلاجة لو حافظتي عليه كويس، وكل مرة هتاخدي منه شوية وتعملي كوباية عصير سريعة ولذيذة. تعالي بقى نعمل كوباية ليمون بالنعناع باستخدام السيرب اللي لسه عاملينه. هتحطي في الكويتاية أو الكوباية شوية تلج، شوية من السيرب، عصير ليمون عادي، شرايح ليمون ونعناع فريش، وتحركيهم مع بعض وخلاص عندك أحلى كوباية عصير ليمون بالنعناع في البيت، أحسن من أي كافيه. ندخل على السيرب التاني، سيرب الكركديه، واللي يعتبر مشروب صيفي منعش جدا مش بس رمضاني، وبيساعد كمان في خفض الضغط وبيبرد الجسم، وطعمه مميز جدا مع التوابل. هتحطي 3 كوبايات سكر على 3 كوبايات مية في حلة على النار، وتسيبيهم لحد ما يغلوا، وبعدين تضيفي نص ليمونة سليمة. بعد كده تضيفي 200 جرام كركديه مجفف، وتزودي عليهم 3 عيدان قرفة و5 قرون قرنفل. التوابل دي هتدي نكهة قوية ومميزة جدا، وهتخلي طعمه مش مجرد كركديه وخلاص. نسيب الخليط كله يغلي مع بعض حوالي 10 دقايق، وكل شوية قلبي تقليبة بسيطة علشان السكر يفضل سايح. أول ما الخليط 10 دقايق وكل شوية قلبي تقليبة بسيطة علشان السكر يفضل سايح. أول ما الخليط يتقل ونحس إن السيرب بقى قوامه مسك نفسه، نطفي النار ونسيبه يبرد، وبعدين نصفيه ونحطه في زجاجة نظيفة وندخله التلاجة. السيرب ده ممكن تعملي بيه عصير تحفة. هتحطي في الكوباية شوية عصير فراولة، شوية من سيرب الكركديه، وتزودي عليهم مياه غازية زي السيفن أب أو حتى مياه عادية لو مش بتحبي الغازيات، وتحطي تلج. وده هيبقى أحلى كركديه فراولة منعش، وبيفضل طعمه مركز ومسكر من غير ما تحتاجي تضيفي سكر تاني. يلا بينا بقى نعمل السيرب التالت، سيرب البلو أوشن، وده أكتر سيرب لونه يفتح النفس ويحسسنا إننا قاعدين على البحر في الساحل، والطعم كمان يجنن. هتحطي في طاسة على النار نص كوب مية ونص كوب سكر، عليهم بشر ليمونة كاملة وعصير ليمونة كاملة ونقطة صغيرة من لون الطعام الأزرق.
اللون هنا أساسي لأنه بيدي الإحساس ده بتاع البحر والأزرق الجميل اللي بنشوفه في المشروبات الغالية. نسيبهم على النار لحد ما السيرب يتقل، حوالي من 5 ل7 دقايق كده، وبعد ما يبرد نحتفظ بيه في زجاجة وندخله التلاجة. تعالي بقى نعمل بيه موهيتو بلو أوشن. هنحط في كوباية شرايح ليمون ونعناع فريش، ونحط معلقة صغيرة من السيرب الأزرق وننزل عليهم بتلج، وبعد كده نزود مياه غازية أو مياه فوارة، وده كده بقى عندنا أحلى كوباية بلو أوشن موهيتو. شكله يفتح النفس وطعمه لذيذ جدا جدا. ندخل دلوقتي على الحاجة الأساسية اللي لازم تبقى في الفريزر عند كل ست بيت، دبس الليمون. ده مش بس مفيد، ده عملي جدا، وكل مرة هتحتاجي عصير ليمون، مش هتحتاجي تعصري ولا تشيلي ليمون في التلاجة. هتجيبي كيلو ليمون قضايا وتبدأي تقشري القشر الأصفر بس. خدي بالك ما تقربيش من الجزء الأبيض علشان ما يمررش. هتحطي القشر اللي شلتيه مع تلت كوباية سكر وتركنيه على جنب شوية. بعدين نبدأ نشتغل على باقي الليمون. نعمل فتحات خفيفة من الجوانب علشان نعرف نفصل القشرة البيضة عن اللب بسهولة، وده أسهل وأفضل طريقة لتقشير الليمون أو البرتقان كمان. لما تخلصي تشيلي البذر كويس جدا، وبعد كده تفرمي اللب في الخلاط أو بالهاند بلندر. بعد كده نرجع للقشر اللي مع السكر، نفرمه في الكبة كويس جدا لحد ما يبقى شبه العجينة كده، وننزله على عصير الليمون اللي فرمناه ونقلب كله مع بعضه. وبعدين نصفي الخليط كويس جدا جدا ونوزعه في علب محكمة الغلق وندخله الفريزر. في أي وقت طلعي منه معلقة وعليها شوية مية وتلج وشوية سكر لو عايزة، واعملي أسرع وأحلى كوباية عصير ليمون. نقفل بقى بالسر اللي قلتلك عليه من أول الفيديو، اللي هيخلي العصير بتاعك يبان إنك شارياه من أغلى كافيه أو فندق. هتجيبي قوالب تلج وتقطعي فيها شرايح فواكه، يعني ليمون، كيوي، نعناع، ممكن كمان فراولة وتوت، وتعملي كذا تركيبة، تحطيهم في القوالب وتزودي مية وتدخليهم الفريزر. أول ما تجيبي تقدمي العصير حطي فيه المكعبات دي، الطعم هيبقى مختلف، الشكل هيبقى تحفة، والريحة وهم، وهتنبسطي جدا إنك عملتي كل ده في البيت بإيدك. جربي الوصفات دي وقوليلي في الكومنتات أكتر وصفة عجبتك، ولو جربتي أي وصفة من دول ابعتيلي صور تطبيقك أو اكتبيلي رأيك بصراحة. وما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس علشان توصلك باقي وصفات الصيف. أنا ملك، وبحب أشاركك كل حاجة تسهل عليكي حياتك وتوفر لك وقتك. نشوفك في فيديو جديد إن شاء الله.